السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. في فيديو النهاردة هوريكم ازاي ننظف أي توابل تشتريها، تنظفيها بالطريقة اللي احنا هننظفها النهاردة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. ويلا بينا نشوف الطريقة. على سبيل المثال هننظف مع بعض النهاردة الكمون. الكمون يبان ان هو في الكيس نظيف، بس في الحقيقة لا، محتاج نظافة جامدة. هحط الكمون في المصفى وتحت منه طبق وابتدي اقلبه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. كل التراب وكل العصيان الصغيرة هتنزل من المصفى. شايفين نزل منه كمية قد ايه؟ كده لسه احنا ما نضفناهوش، دي اول مرحلة في النظافة. بعد كده هنبتدي نغسل الكمون، وانا طبعا هغسله قدامكم علشان تشوفوا المية شكلها هيبقى عامل ازاي. هنزل بالكمون في المصفى وبعد كده هجيب المية وهدلقها عليه. بالنسبة لي ما بشتريش أي توابل مطحونة جاهزة، بجيبها الأول حصى وبعد كده أنضفها أنا بطريقتي وبعد كده أطحنها. كده بتضمني النظافة وبتضمني إنك انتي بتاكلي حاجة نظيفة. وبالمعلقة ابتدي أقلب الكمون كده في قلب المية، علشان ساعات بيبقى فيه كور من الطين الصغيرة تبتدي تدوب في المية وتنزل فيها. هقلب كويس. شايفين شكل المية ازاي؟ المية مش حلوة خالص، المية فيها طين. هغير المية وبعد كده هرجع اغسله تاني. تفضلي تغسليه كذا مرة لغاية ما المية تبقى رايقة ونضيفة معاكي. شايفين شكل المية بقى عامل ازاي؟ صافي ورايق جدا. كده انا خلاص مش محتاج ان انا اغسله كمان مرة. هسيبه شوية علشان يصفي المية الزيادة منه. كده خلاص صفى كل المية اللي فيه. شايفين المية اللي طلعت نظيفة وجميلة. هجيب صينية كبيرة وهحط فيها فوطة وابتدي اوزع الكمون فوق من الفوطة. ويفضل انك انت تحطيها في اكبر صينية عندك علشان يبقى الكمون متباعد عن بعضه، علشان ينشف كويس. وهسيبه لمدة يوم. ويفضل انك انت تحطيه في الشمس، علشان الشمس هتساعد على انه ينشف بسرعة. هنا نقلته في صينية اكبر وقماشة اكبر علشان تبقى اجزاء الكمون متباعدة عن بعض، وكل شوية تقلبيه بايدك كده لغاية ما ينشف خالص. شايفين الكمون لونه جميل ازاي بعد ما اتغسل؟ لونه فعلا بيختلف خالص بعد الغسيل. الكمون خلاص نشف. هبتدي اجيب المصفى وهنخله بالمصفى تاني، عشان هيبتدي ينزل العصيان الزيادة بتاعته، عشان لما اجي انقيه يبقى سهل عليا. كده خلاص تبتدي تنقيه، والتنقية بتاعته هتبقى سهلة جدا معاكي، مش هتاخد وقت. بعد ما نقيته هجيب صاج وهنزل بالكمون في قلب الصاج واولع الفرن عشان ادخله يتحمص. وهفرده كده في الصينية عشان اوزعه فيها. ما بياخدش وقت طويل في الفرن، وبيبقى على درجة حرارة متوسطة. وأول ما ريحته تبتدي تظهر وتطلع تطفي الفرن على طول وتطلعي الكمون منه. كده خلاص اتحمص وطلعته من الفرن، وهقلبه تقليبة كده ويبقى كده خلاص. هسيبه يبرد وبعد كده نطحنه. ريحة الكمون بعد ما بتحمصيه بتبقى جميلة جدا. هنحط شوية في قلب المطحنة ونطحنه. ما بياخدش وقت معاكي عشان انتي محمصاه. شايفين الكمون بعد ما طحنته لونه بقى عامل ازاي؟ مش هقولكوا يا جماعة، اللون والريحة تحفة. فعلا فرق كبير بعد ما بتنضفيه وقبل ما بتنضفيه. لونه بيختلف خالص. شايفين شكله منور ازاي في الطبق؟ بعد كده هكون محضرة علبة بلاستيك هحفظ فيها الكمون بعد ما طحنت الكمية كلها اللي معايا. التوابل علشان تعيش معاكي تحفظيها في حاجة جافة. حاجة جافة يعني ما يكونش فيها رطوبة، يعني البرطمانات الإزاز الرطوبة بتاعتها عالية وبتفسد معاكي التوابل بعد عمر قصير. وبكده خلاص بقى معاكي أجمل وأنضف وأحلى كمون في الدنيا. نصيحة: ما تشتريش التوابل مطحونة جاهزة من بره، لأنك ما تضمنيش نظافتها وما بتعرفيش حالة التوابل ايه قبل ما تتطحن. وده شكل الكمون قبل ما نضفه، وده شكل الكمون بعد ما نضفناه وطحناه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.